بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى. النهارده بقى هنعمل الكيكه الرائعه دي، بجد بجد مش هتتخيلوا مقاديرها عامله ازاي او مقاديرها ايه او مكوناتها ايه. انتوا قدامكم كيكه برتقال عاديه جدا وبالكراميل كده غرقانه في الكراميل. بس هي مش كيكه برتقال بس يا جماعه، دي كيكه حاجه تانية. دي في مكون رئيسي تاني مش البرتقال، في مكون اساسي عندي. هنصبر شوية لغاية ما نروح للمقادير وهقول لكم ايه هو المكون. بس بجد بجد محدش يتريق، محدش يستغربها، بجد كيكة رائعة. المكون الأساسي ده مش هيبان أساسا في الوصفة خالص. ما شاء الله، بصوا هشة ازاي، غرقانة كده في الكراميل، يعني بتدوب دوب كده في الكراميل، يعني هتاكلوها كلها في يوميها. بجد هنروح للمقادير. ادي المكون الرئيسي بتاعنا، يا لهوي، جزر، ايوه جزر. معانا 3 جزرات كبار جدا، يعني اكبر 3 جزرات معانا. عارفين كيس التانج البرتقال؟ معانا خدنا منه معلقتين صغيرين مليانين، وبعد كده ربع كوبايه ميه، وقلبنا قلبنا ونحط على البوتاجاز لغايه ما يستوي تمام. هنا هنروح للوok بتاعنا، هنحط فيه كوبايه سكر. هنبدا ان احنا نكرملها. احنا عارفين طبعا احنا بنكرمل السكر ازاي، ما بين حرق ما بين فشل الكراميل ونجاحه حاجه بسيطه جدا جدا. فتخلي النار هاديه جدا على درجه حراره متوسطه، وبعد كده تبداي بعد ما يتكرمل تحطي ربع كوبايه ميه فقط لا غير. وبعد كده عندي الصينيه بتاعتي، صينيه الطرد، صينيه اي صينيه عندك تمام. هنبدا ننزل بالمكونات بتاعتنا ونبدا نلف الكراميل. احنا عايزين الكراميل يكون على كل الحواف، مش هنبطن الصينيه خالص سمنه او زيت او اي حاجه. تمام، بدانا ان احنا خلاص يعني وزعنا الكراميل كويس في الصينيه، وعندي 3 برتقانات فقط لا غير. هنبدا نقطعها التقطيعه دي، وبعد كده نبدا نوزعها في الصينيه. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ اسهل من ما يمكن. في ثواني، في ثواني هتعمليها، سهله جدا بسيطه جدا، بس تجنن جدا، يعني حاجه روعه بجد. ها خلاص الجزر خلاص تمام، يعني هو مش استوى قوي. اول بقى مجرد ان هو يبرد هنبدا نحط كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع سكر، وبعد كده نبدا نضرب بالميكسر بتاعنا تمام. بالهاند بلندر بتاعنا نبدا ان احنا ايه يعني نخلطه كويس. ما عندكيش الهاند بلندر مفيش اي مشكله، الخلاط، يعني الخلاط هيقوم بالمهمة كاملة وأحسن كمان. عندي 2 بيضة و2 باكت فانيليا ومعلقتين كبار خل. نبدأ إن احنا نضرب كل المكونات مع بعض. هتستغربي، هتقولي جزر مع المكونات دي كلها؟ هقولك والله العظيم أتحداكي إن انت تقولي إن دي جزر. عندي بقى هنا بشر برتقان، أنا بفرزه بخزنه كده من الشتاء للشتاء، وبعد كده حطيت معلقة كبيرة، وبعد كده كوباية ونص كوباية ونص دقيق، وباكت فانيليا اسفه باكت بيكنج باودر كله، وبعد كده ذره ملح، وبعد كده نص كوبايه حليب، وقلب قلب قلب كل المكونات مع بعض. حاجه صعبه؟ مفيش اي حاجه صعبه، كله كله سهل، وفي لمح البصر هتعمليها وحاجه تجنن. هنبدا نقلب نقلب كويس جدا جدا لغايه ما يبقى القوام كريمي عندي زي ما احنا شايفين كده. وده يعني الريحه تجنن، مفيش اي جزر باينه فيها خالص 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 بجد. هنقلب المقادير كويس جدا عشان مفيش ولا نقطة دقيق تكون باينة عندنا لغاية ما يبقى قوامي كريمي. وبعد كده وزعنا بقى، بعد ما وزعنا البرتقال عندي هنبدأ ان احنا ننزل بالمكونات كلها. طبعا اوريدي الفرن شغال عندي على درجة حرارة 200، وبعد كده نسيبها في الفرن نص ساعة، ساعة الا ربع بالظبط. وبعد كده نجيب الستيك بتاعنا، نبدأ نعمل حركات دائرية كده، ونطلع فقاعات الهواء منها، ونجيب الصينية بتاعتنا، صينية ألمنيوم عادية جدا، ننزل بمعلقتين خل، وبعد كده نص كوباية مية مغلية، ونحط الصينية بتاعتنا ساعة الا ربع في الفرن، وتطلعيها تختبريها بالستيك بتاعك. حاجة بجد خيال، بجد حاجة يعني بونو. مش عايزه اقول لكم بجد الطعم بقى والجمال. هنبدا ان احنا نقلبها على طول، ما تخافيش مش هتكون لازقه، هي بتكون حتى كده يعني مفكوكه من بعض من الاحرف. بصي بقى الجمال والحلاوه والطعامه وكل حاجه حلوه. بجد بجد مفيش ان انتي تتخيلي ان دي كيكه جزر، يعني دي مش كيكه جزر بالمره. هنبدا ان احنا نقطعها وناكلها سخنه بجد. الصوص بقى الكراميل بتاعها غرقان فيها بقى ويجنن، والطعم يهبل يا جماعه. الطعم بجد قمر 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 قمر، يعني بجد ملهاش حل. هبدأ ان انا اكل بقى واقول لكم الطعم هشه جدا جدا. طعمها ما فيش اي جزر خالص، هي كيكه برتقال. اعملوها بجد هتنبهروا من النتيجه، طعمها رائع حلوه. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. يعني جربوها جربوها بجد بجد يعني هتتصدموا من طعمها. ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبكم.
اسفه جدا لسرعه الفيديو، بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ويكون مدته اكتر، فانا بحاول اختصر الفيديو معاكم لابعد الحدود. وان شاء الله باذن الله تجربوا الوصفه تكون احسن مني كتير، واللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. واللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. وان شاء الله تكون وصفاتي بتعجبكم وتكون سهله بسيطه. واخر حاجه اقولها لكم، باي باي.